التمرين ده اسمه روب كيبل بوش داون وبيستهدف عضلات الترايسبس. التكنيك الصح او الاداء الصح للتمرين ده: بتتني الركبة تانية بسيطة وبترفع صدرك لفوق وبترجع كتفك لورا وبتفرد ظهرك وبتميل جسمك شوية لقدام. وقفتك ما تبقاش بعيد عن الجهاز ولا قريب قوي، الافضل تكون قبضتك تحت بكرة الكيبل بالظبط. المدى الحركي بتاعك بتطلع لحد ما تبقى ايدك قدام صدرك بالظبط، وبتنزل للاخر تحت قوي عشان تسكويز او تعصر عضلة الترايسبس. حاول تخلي لما ايدك تبقى قدام صدرك المسافة ما بينهم تبقى ضيقة، وكل ما بتنزل لتحت بتوسع المسافة ما بين ايدك عشان ده افضل للالياف العضلية بتاعة الترايسبس. التنفس صح في التمرين ده: وانت طالع لفوق بتاخد نفس، وانت نازل تحت بتطلع نفس. ودي بعض الغلطات اللي ممكن تقع فيها وانت بتتمرن التمرين ده. هنا انت حاطط رجل ورا ورجل قدام، فجسمك من فوق مش متساوي بالنسبة للكتاف، فهيبقى في مشكلة في توزيع الحمل بين الدراعين. هنا انت واقف مستقيم ومش مدي مساحة لنفسك ان انت تعصر عضلاتك لتحت قوي. هنا انت موطي بزيادة قوي وصعب قوي انك تثبت كوعك. هنا انت بتمرجح كوعك، وده مش افضل حاجة للتكنيك للتمرين ده.